الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وبعد. الدعوة إلى الله تبارك وتعالى من أعظم وأشرف الوظائف والأعمال، وهي مقيدة بالأدب الجم والحياء والإخلاص والفقه. ولكن إذا تحولت الدعوة إلى الله عز وجل إلى إيحاءات، أو خرج الداعي إلى الله عن المألوف، أو قال قولا هذا القول يفسد نوايا الناس، يكون الداعية قد أخطأ خطأ جسيما، لأن الداعية لا بد أن يسد الذرائع وألا يقول قولا من شأنه أن يعطي للمشاهد أو المستمع أو القارئ سبيلا إلى الظن السيء، يأثم ويأثم الداعية. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة عندما خرج من المسجد ومعه صفية: على رسلكم أو على رسلكما إنها صفية، ليسد الذرائع. أما عندما يتحول البرنامج الديني إلى لغة شوف عيني مالها ولون عيني إيه ولون رموشي إيه، ودخل في القاعدة المشهورة نظرة فابتسامة فكلمة فموعد فلقاء، يكون الداعية قد خرج عن أدب الدعوة إلى الله رب العالمين. نشوف شيخ محمد أبو بكر ماذا قال للمذيعة، ونعود إليه. أنا مالي معاك قد إيه؟ مالي معاك قد إيه؟ احنا لسه ما قفلناش سنه. لون عينيا لونه إيه؟ بني اسود. لا حذري قولي مش اخضر بقى وازرق. لا قولي لي لون عينيا لون إيه؟ الشيخ أشرف الفيل لون عينيه لون إيه؟ خضرا. ايوه اشرف الفيل عينيه خضرا. عسل. لا شيخ محمد أبو بكر عايز يقرب المعنى بضرب مثل، ولكن لا يكون هذا من قبيل ضرب الأمثال، لأن ضرب المثل لا بد أن يتلبس بأدب الشريعة، بأدب الكتاب والسنة وأقوال سادتنا الفقهاء وما كان عليه سيدنا رسول الله. نعم.